السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكالوريا معتمد إن الطالب بيختار مسار علوم الحاسب مكان الكيمياء. فالسؤال هنا اللي بيسأله أغلب الطلبة ولاء الأمور، هل ابني ينفع أصلا في حاجة زي كده ولا ده تضييع وقت؟ يعني البرمجة وهياخد مكانه ال AI والكلام ده كله. كورس التأسيس عامة هو اللي هيوضح الفكرة دي، وهو هيفهمك إن البرمجة مش مجرد إن أنت تحفظ كود أو تكتب كود، هي أصلا الكود ده آخر خطوة بنفكر فيها. قبل الكود في خطوات تانية أكتر بكتير، وهي دي اللي بتفرق مبرمج عن التاني، لأن باقي خطوات ممكن ينفذها ال AI عامة، لكن اللوجيك وطريقة التفكير هي دي اللي بتفرق مبرمج عن التاني. فالمنهج عامة متقسم كويس جدا وبيتناول كل المواضيع دي من الأول خالص. حتى الكلام ممكن تحسه نظري في الأول، بعد كده بيبدأ معاك بالتدريج تشوف والله الكمبيوتر شغال ازاي من جوه، تدرس السي بي يو شغال ازاي، طيب ازاي بيعمل بروسيس، ازاي النت بيشتغل. كل المواضيع دي متغطية في المنهج. الموضوع بقى اللي هنتكلم فيه من اول شابتر 6 وهو الانالوج والديجيتال. اكيد انتوا عارفين ان الكمبيوتر ده ذكي جدا وبينفذ حاجات معقده جدا، لكن هو في حاجه غبي في فهم كلامنا بتاع البشر. لو قلت له روح اعمل لي كوبايه شاي مش هيعمل حاجه، لكن تقول له روح المطبخ، افتح المطبقيه، هات كوبايه، حطها على الرخامه، هات المعلقه، حط بيها شاي. كل الخطوات دي لازم تقولها للكمبيوتر، ودي فكره الالجوريزم. طب الكمبيوتر عشان نكلمه هل ينفع اكتب له الاوامر دي اقول له ادخل المطبخ؟ لا. الكمبيوتر برضه عشان هو الكترونيك ديفايس، حاجه شغاله بالكهرباء، مش هيفهم الكلام ده. امال هيفهم ايه؟ هيفهم يا اون يا اوف. زي ما خدنا في الشابتر اللي فات كنا بنتكلم عن السي بي يو، هو مكون من كذا ترانزستور، ملايين الترانزستورات اصلا. يعني انت مجرد ما تبص جوه السي بي يو هتلاقي ملايين الترانزستورات. الترانزستور ده حاجه بسيطه جدا، ممكن نفكر فيه كانه سويتش زي زرار الكهرباء ده كده، بيعمل اون واوف. لكن حياتنا العاديه بنستخدم فيه حاجات زي الترمومتر او زي زرار المروحه ده بنعتبره انالوج. زرار المروحه الانالوج ليه كذا احتمال، يعني ممكن تظبط المروحه على 3 4 2. اما بقى الكمبيوتر مش بيفهم غير اون واوف، هو ده الترانزستور اصلا. فبالتالي احنا بنتكلم في 0 او 1، هي دي الاحتمالات اللي عندي. بعد كده هنسميه باينري 2. لكن احنا كبشر بنعد ديسيمال ل10 عشان عندنا 10 صوابع، لكن الكمبيوتر ما عندوش 10 صوابع، هو عنده احتمالين بس، يا 0 يا 1. دي اول نقطه. وهندرس ازاي بقى الكمبيوتر بيخزن الزيرو والوان دي. ده موضوع تاني توبيك في شابتر 6، واللي هو البت والبايت والكيلو بايت والكلام ده كله. فكده عندنا النظام الباينري عباره عن 0 او 1. ممكن نشبهها باللمبه، لو اللمبه منوره فهي كده 1، لو مطفيه فهي كده 0. طيب لو انا عايز اعمل ديسبلاي رساله على الشاشه، عايز اظهر رساله على الشاشه، هل اقدر اظهرها؟ قال لك ايوه. طيب ازاي نقدر نظهرها؟ عشان نعرض رساله على الشاشه اولا الحرف الواحد محتاج بايت. ايه البايت ده؟ البايت ده عباره عن 8 بت، يعني لازم اجيب 8 من البت جنب بعض، بت وبت وبت، اللي هو شبهناها باللمبه. كان جبنا صندوق حطينا فيه 8 لمبات من دول، وكل واحده ليها احتمال يا 1 يا 0. هو ده البايت. الاكبر منه بقى عشان نمثل بيانات اكبر هو الكيلو بايت، ده 1024 من البايت. فكده فهمنا ان عندنا بت، بايت، كيلو بايت، ميجا بايت. من بت لبايت البايت الواحده بتساوي 8 بت. طيب الكيلو بيساوي 1024 بايت، فالكيلو بايت يساوي 1024 بايت. طيب الميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت. اشمعنى بنمشي 1024؟ ده اللي هنفهمه بقى لما نتكلم عن الباينري سيستم. الباينري سيستم ده نظام مبني على رقمين بس، يا 0 يا 1، فهم احتمالين. ده يخلينا ناخد مصطلح اسمه بيز، يعني البيز بتاع نظام العد ده هو الاثنين. عكسنا احنا كبشر، احنا عندنا 10 صوابع، فالنظام بتاعنا اسمه ديسيمال او نظام 10. لكن الكمبيوتر مش بيفهم زي ما قلنا غير 0 او 1، لان هو السي بي يو او المعالج بتاعه جواه كميه ترانزستورات كتيره. الترانزستور ده كانه سويتش بالظبط، يا اون يا اوف، فهو مش بيفهم غير الرقمين دول، يا 0 يا 1. فبالتالي عشان اقدر امثل الاعداد او امثل اي حاجه يا 0 يا 1. طيب الباينري عشان امثل رقم، كل رقم في الخانات دي بيبقى ليه وزن معين. الوزن ده بحسبه ازاي؟ اول رقم عندي بيكون 2 باور 0، بعد كده 2 باور 1، بعد كده 2 باور 2. 2 باور 0 ده اللي هي ايكوال 1 2 4، فهي حرفيا مضاعفات الاثنين. طيب انا بقى عايز اعمل عمليات حسابيه على الارقام دي، عايز اجمع، اطرح، اضرب، اعمل قسمه. كل دول بنعملهم ازاي؟ لازم كده نعمل تمثيل للاعداد دي. بعد ما فهمنا ان كل رقم ليه وزن معين، يعني اول رقم عباره عن 2 اس 0 او 2 باور 0، تاني رقم عباره عن 2 باور 1، وهكذا. ال 1024 بقى اللي هي زي ما قلنا ان الكيلو بايت وفي ميجا بايت،
بعد ما فهمنا ان كل رقم ليه وزن، يعني مثلا اول رقم يبقى 2 باور 0 اللي هو 1، فبالتالي لو كتبنا فيه 1 يبقى انا كده معايا في المجموع 1. طيب لو تاني رقم كتبنا فيه 1 يبقى انا كده معايا 2 باور 1، يبقى انا كده معايا 2 زائد 1 يبقى 3. دي بقى الطريقه اللي هنستخدمها عشان نحول من باينري لديسيمال، او عشان الكمبيوتر يحول من باينري لديسيمال. اما الطريقه اللي هي من ديسيمال تو باينري، الكمبيوتر بيعمل العكس، بيقسم على 2 وبناخد الباقي وبنعمل بيه عمليه حسابيه ثانيه، وده اللي هنتعلمه دلوقتي. دي بقى اهم حته، ازاي نحول من ديسيمال باينري. نروح كده، انا لو عندي رقم 6، بغض النظر عن الكلام الهادي، عندي الرقم 6، عايز اعرف الباينري بتاعه كام. نشد خط كده ونقسم على 6 على 2 كام؟ 3. هل في كسور؟ مفيش كسور، اذا هكتب 0. تمام. 3 على 2 هنا الاثنين ثابت، 3 على 2 1 ونص، اكتب الواحد هنا. في باقي اللي هو النص، صح؟ طالما في كسر اكتب هنا. تمام. 1 على 2 نص، اكتب هنا الرقم صحيح. في كسر واحد. بعد كده 0 اوفر الرقم. ازاي امثل الرقم ده؟ هاخده كده تحت واكتب ازاي 0. عشان افهم اللي بيقرا الرقم ده ان ده باينري هكتب تحت كده. يبقى دي كده الكمبيوتر لما تدخل له هيفهم ان ده رقم 6. لما تخش له 6. تمام. العكس بقى ازاي؟ بكل بساطه زي ما قلنا فكره الاوزان، دي كده 2 باور 0 بلس، دي كده بلس، دي كده 2 باور. لو الرقم اللي فوق بضرب في الرقم اللي فوق، يعني دي 2 باور 0 تايمز 0، 2 باور 1 تايمز 1، تعمل لهم 2 باور 2 تايمز 1 وهكذا. ده يديني كام؟ دي طبعا بزيرو، دي طبعا 2 باور 2 1 1، فالكلام ده يديني 6. فكده خلاص احنا يعتبر عرفنا حتى الجزء اللي بعده ازاي نعمل فيرست من باينري ديسيمال بالعكس. ممكن نجرب مثال تاني بقى. نجرب مثلا ال10. ال10 ازاي هنمثلها بالباينري؟ نقسم اول مره على 2، 10 على 5، اتبقى حاجه يعني كسور؟ لا، نقسم على 2 بقى حاجه 2 ونص، اكتب الرقم الصحيح. لو باقي اكتب 1. 2 على 2 1 كسور؟ لا. 1 على 2 صفر، باقي النص طبعا كده خلصت. ده كده ال10 بس بالباينري، ادي 10 ديسيمال وادي 2 باينري، يبقى ده باينري ده ديسيمال. ازاي ارجعه تاني؟ يعني ازاي احول باينري ديسيمال؟ زي ما قلنا ده الوزن بتاعه ده 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 ده، وهنجمع. طيب ده فوقه كام؟ 1. بدل ما اقعد اضرب والكلام ده كله هو بسيط، يعني هو لو صفر خلاص كنسله، ده فوقه صفر كنسله. فهنجمع مين؟ 2 باور 1 و 2 باور 3 بكام؟ 3 بلس 2 باور 1 2 هو المفروض the following binary numbers in decimal. عايز احول دول لديسيمال. تمام. دي اهم جزئيه في الدرس. ادي الرقم اهو، رقم ايه؟ 1 ايه. الرقم اللي قدامي كام؟ 1 1 0 1 0. كلنا بنشوف كل واحد مين الكورسبوند، ده اور 0، ده اور. اللي قدامه صفر هكنسله، كنسل، ده هيتكنسل، دول اللي هجمعهم يبقى معايا كده 2 باور بلس 2 باور 3 بلس 2 باور 1 اللي هنا. نجمعهم على الآلة نعمل كده بلس 2 بلس 2 هنا 26. ده كده أول واحدة ب 26، فده كده 26 بالديسيمال. تمام. معايا هنا 1 0 1 0 1 1، حط هنا 2 0 3. طيب ده مش هناخده، ده مش هناخده، نجمع الباقي 5 بلس 2 بلس 2 1، هي 2 بلس 2 باور 0 اللي هي ده هيطلع لي كام؟ 5 بلس 2 بلس 2 بلس 1 هيطلع لي 43. يبقى ده ان ديسيمال، يبقى ده كده 56، ده كده. طيب تعالوا نعمل العكس.
عايز يحول هنا 39 للباينري و 100 باينري. هنا اول واحده عايز يحول 9. طيب هنعملها ازاي؟ نمسك ال 39، نشد خط كده. اول مره نقسم على 2، 39 على 2 هتدي كام؟ هتدي 19 ونص. ادي نكتب الرقم الصحيح هنا. بقى معايا فراكشن صح، يبقى اكتب هنا 1. هتقسم على 2 تاني، 19 على 2 كام؟ 9 ونص. فنكتب 9 هنا. طلع معانا كسر، ايوه اهي 9 على 2 هنا 4 ونص. طلع معايا كسر، حط هنا 1. هنا 2 تاني عايز هنقسم على 2، 4 على 2 هنا 2 مفيش كسور، صفر. 2 على 2 هنا 1، 1 على 2 هنا نص، صفر كسور. هنا ما ادتش، صفر. 1 على 2 صفر. 2 5 5 في كسر يبقى 1. ناخد الارقام من تحت، 0 1 1. ده كده التمثيل بتاعها بالباينري. نقدر نحلها على الآلة. لو حد عايز يحلها على الآلة يقدر يدوس مود سيت اب، بعد كده يدوس رقم 4، يكتب الرقم اللي هو عايزه بالديسيمال، بعد كده يدوس على زرار الباينري. هيلاقي زرار الباينري لوجاريتم، هيحولها له على طول لباينري. تمام. ممكن هو في الامتحان يكون عايزها بخطوات، فلازم تتحل بخطوات ساعتها. طيب رقم دي او رقم كان عايزنا نحول كام؟ 120. 120 هنحولها ازاي؟ ادي 120، نعمل خط على الاثنين هي 60. هل في كسور؟ لا، صفر. على الاثنين في كسور؟ لا، صفر. على الاثنين كسور؟ لا، صفر. 15 على الاثنين دينا 7 ونص، يبقى كده في كسر 1. ادي 7 7 على 3 ونص 3 كسر 1. 3 على 2 كسر صح؟ طيب كام؟ 1 1 ونص 1 1 على 2 نص، يبقى في كسر 1 0. ناخدهم كده، مش من تحت، مش فيهم من تحت، يبقى 1 1 0 0 0. الافضل نكتبهم 8 ارقام، يعني 1 3 5 6 7. فعايزين ناخد صفر زياده عن هنا ولا من هنا؟ لا، نحط صفر زياده من الشمال عشان ما يأثرش كده. باينري. طب عايزين نتاكد على الاله، نعمل مود سيت اب، بعد كده 4 اللي هي بيت 10، بعد كده نكتب الرقم ديسيمال، دوس على اللوجاريتم اللي هي فيها كلمه باينري، هحوله لنا عباره عن 4 وحيد بعد كده 3 اصفار. دي كانت فكره التحويل باينري لديسيمال ومن ديسيمال لباينري. وراجعنا اول حاجه خالص خدنا الفرق انالوج وديجيتال، بعد كده فكره الباينري ازاي نحوله لديسيمال، فكره اصلا بيفهم ازاي الارقام بتاعتنا. المفروض بعد كل حصه ان احنا نحل تراي باي يور سيلف، بعد كده هتلاقوا الحل بتاعه انا منزله. التراي ده حلو هنا، بعد كده ننزل حله، بعد كده نحل الاكسرسايز ده هيكون نازل على الموقع على الويب سايت، لازم تحله عشان تخش على السينما. نكمل كلام في شابتر 8. رابع موضوع معانا بيتكلم عن اليو ار الز او اللينك اللي احنا بنشوفه فوق بندوس عليه ونفصص كل جزء فيه. في الاغلب دايما بيبدا ب www او بيبدا ب http او بيبدا بالحاجات دي، وبينتهي ساعات بحاجات زي .com .edu. كل دول يعني ايه؟ ايه معنى كل واحده من دول؟ ال www دي وورلد وايد ويب، دي شبكه الانترنت. ايه الفرق بين ال HTTP اللي ساعات ممكن يقول لك ان هو خطر، والفرق بين ال HTTPS اللي هو سكيور او بشكل امن؟ كل ده نعرفه. والفرق بين الدوت كوم وبين الدوت اي دي يو اللي هو بشكل تعليمي، او ممكن نلاقيها دوت جفرمنت دوت جي او في. كل دي حاجات موجوده في اليو ار ال هنعرفها في الدرس ده. وصلنا لاهم جزء في المنهج وهو شابتر 12. اول موضوع فيه هو الالجوريزم. الالجوريزم ده ببساطه ممكن تبان كلمه معقده، الجوريزم تحس الموضوع صعب، لكن الالجوريزم ده بكل بساطه هي الخطوات اللي احنا بنمشي عليها. لان زي ما قلنا الكمبيوتر مش بيفهم الاوامر بتاعتنا الطبيعيه. يعني لما ضربنا مثال مثلا حد يقول لك اعمل لي شاي، فهو مش هيفهم يعني ايه يعمل لي شاي، هو عايز ستيبس معينه يمشي عليها. فبالتالي بنعمل له حاجه اسمها فلو تشارت، يعني احنا بنرسم الخطه اللي هيمشي عليها الكمبيوتر او البرنامج قبل ما هو ينفذها. وده الخطا اللي بيقع فيه اغلب الناس، ان هو بيفتكر ان المبرمج لما بتيجي في دماغه فكره معينه بيروح على طول على الكمبيوتر ويبدا يكتب كود. مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان المبرمج الاول بيرسم خطه لنفسه، يشوف هيمشي ازاي في الكود ده، ايه الحاجات اللي هيستخدمها، والفلو بتاعه هيمشي ازاي. عشان كده جت كلمه فلو تشارت، انا بعمل هيكل انا همشي ازاي قبل ما ابني التطبيق اصلا، وكل حاجه بيكون ليها شكل. ده اللي هنعرفه دلوقتي. نيجي لثالث موضوع معانا في شابتر 12 وهو اللوبس. يعني ايه لوب بلغه البايثون؟
زمان لو حد طلب مننا مدرس مثلا نكتب الدرس 4 مرات 5 مرات كان موضوع كبير جدا. تخيل لو كان 100 مره. طيب ازاي البرمجه اللي احنا لسه قايلين عليها انها مش ذكيه بشكل كافي ان هي تفهم الاوامر بتاعتنا تنفذ حاجه زي كده؟ بستخدم حاجه اسمها اللوبس. اللوب دي انا بقول له كرر حاجه معينه لحد كونديشن معين ما يحصل. يعني مثلا لو انا عايز اكتب الدرس 1000 مره اقدر اقول له ابدا عد من اول صفر او من اول واحد لحد 1000، فهو هيقف امتى؟ لحد ما يوصل لرقم 1000. دي فكره اللوبس ببساطه، وانها بتسهل حاجات كتيره جدا، وده اللي هنعرف ازاي نكتبه دلوقتي بالبايثون. زي ما قلنا اللوبس انا بكرر حاجه معينه لعدد معين من المرات وليكن فاريبل معين. بس هنا الفكره في الفاريبلز في البايثون مختلفه شويه عن باقي اللغات، لان هنا الفاريبل مش محتاج تقول نوع. يعني مثلا في لغات زي سي بلس بلس لازم نكتب انت اكس ايكوال 3. هنا في البايثون مش محتاج تقول له ان ده انتجر، هو هيعرف لوحده. فلو انا عايز اقول له نيم مثلا اقدر اقول له نيم ايكوال احمد على طول، هو خلاص عارف ان ده سترينج. اقدر اقول له ايج ايكوال 20 او نخليها مثلا 16، هو عارف دلوقتي ان الايج ده هو نوعه انتجر. طيب انا البرنامج اللي عايز اعمله عايز يعمل ايه؟ ياخد الاثنين انبوتس من المستخدم، بس انا المره دي دخلت لهم اسمه وسنه، وبعد ما ياخدهم يتاكد هل هو ستودنت ولا لسه صغير فهنسميه تشايلد. طيب وعايز اطبعها 3 مرات، عايز اطبع الجمله دي 3 مرات، فهعمل لوب. اللوب هنا السنتكس بتاعها هعمل ايه؟ السنتكس بكل بساطه يعني اللغه دي بتتكتب ازاي. كل لغات البرمجه نفس المنطق، فيهم لوبس، فانكشنز، اريز، بمسميات مختلفه لكن كلهم نفس الفكره، اللي بيختلف بس طريقه الكتابه. طيب هنكتبها ازاي؟ نكتب فور، بعد كده اسم الفاريبل اللي هيحصل عليه iteration او تكرار اي، بكتب بعد كده ان رينج، الرينج اللي هو يبقى موجود فيه الفاريبل ده لحد كام؟ لحد 3. انا عايزها تطبع 3 مرات. بعد كده اعمل كولون، الكولون دي بتتعمل ازاي؟ شيفت حرف الكاب حلو سنتر. كده انا عملت الاري. عايز احط جواها الكونديشن بقى، اقول له والله لو الايج دوت اكبر من 10، لو الايج اللي داخل ده اكبر من 10 او يساوي 10، اذا ده كده بالنسبه لي طالب. اقول له برنت ان النيم دوت الاسم دوت بلس is teenager، بلاش teenager ممكن نخليها is a student مثلا، is a student. تمام، هو انا بقول ان في كاتب كلمه غلط. تمام، طيب هو مش student. لو مش student يعني مش student يعني هو ما حققش الكونديشن ان هو اكبر من 10 او يساوي 10. اقول له خلاص برنت ان دوت، اقول له مثلا is a child، is a child. كده السنتكس بسيط جدا بتاع اللوب، نفس الكلام الاف كونديشن، بكتب اف بعد كده الكونديشن اللي لو اتحقق انا هنفذ الجمله دي، لو الكونديشن ما اتحققش نفذ الجمله اللي في الالس. تمام، طبعا الكل قلنا بندوس شيفت بعد كده كاف. ده برنامج بسيط. متوقع ايه الاوتبوت بتاع البرنامج ده؟ والله الاسم احمد، الايج 16، هتخش جوه اللوب هل ال 16 دي اكبر من 10؟ ايوه، يعني حققت الكونديشن ايوه، فاذا هينفذ الشرط ده، هيطبع احمد بعد كده اسمه كم مره؟ 3 مرات. نعمل رن، طبعها 3 مرات احمد is a student. ودي ببساطه تطبيق بسيط على اللوبس. من اهم الاسئله والمخاوف، هل لازم اكون شاطر جدا في الماس عشان اتفوق في البرمجه؟ هل لازم اكون عبقري عشان اتفوق في البرمجه؟ هي لا، هي خطوات منطقيه مش اكتر.